سلام، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في قناة كويزين فوزية. الوصفة تاع اليوم ان شاء الله كتف مفور يجي طايب زبدة مع تتبيلة تجي بزاف بنينة. روحوا مع بعضنا نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بالنسبة للتوابل عندي كركم، إكليل الجبل، ملح، راس الحانوت، فلفل أسود، حبة بصل تكون متوسطة الحجم ومرابية، وراس تاع ثوم ومطارد. نجيب الموس ونبدأ نشرح فيه بالطريقة هذه كما موضح في الفيديو. من بعد كي نحطو التتبيلة يدخلوا التوابل داخل ويجي بنين. زدت قلبته على الجهة الأخرى وبديت نشرح فيه بالموس بنفس الطريقة. نثقبه كامل من الجهتين مليح فهم بعد ما يجينيش صامت. بعد ما شرحته مليح نحطه على جهة ونبدأ نوجد في التتبيلة راح نتبل بيها اللحم. نجيب البصلة والثوم اللي كنت راحيتهم نزيد نضيف عليهم التوابل، ملعقة صغيرة تاع قهوة مطارد، زدت ضفت عليهم فلفل أحمر حار كنت هرسته. مش عندي الهريسة درت فلفل أحمر، انتي تقدري تديري الهريسة كيما اللي ما يحبوش الحار تقدري تستغناي عليها. ضفت لهم 2 ملاعق كبار تاع زيت. نبدأ نخلط في المكونات كامل مع بعضاهم. بعد ما نساجموا المكونات كامل مع بعضاهم درك الكتف ونبدأ ندخل فيه التتبيلة. التتبيلة كامل بالطريقة هذه، حاول ندخلها حتى بين الشرائح. حاولوا ثاني تكثروا له شوية تاع ملح باش من بعد ما يجيكمش صامت. ماشي تكثروا له بزاف حتى من بعد يجيكم ما يتكلش، شوية شوية. نقلبوا على الجهة الاخرى ونمسحوا بالخليط. ندخلوا مام في الشرائح كيما راهو موضح في الفيديو. تخلوش عليا حبيباتي بجام وبارطاج مع اصدقائكم وبتعليق مشجع. ديما نحاول نحط لكم وصفات سهلة واقتصادية. بلي راح تقولوا لي اللحم ماهوش وصفة اقتصادية، هذا اللحم تاع العيد اللي كنا طيبناه في عاشوراء. حبيت نتقاسم معاكم طريقتي. بعد ما حطيت التتبيلة في الجهتين في زوج، جبت بابي كويسون فرشته وحطيت فوقه الكتف. بالنسبة للتتبيلة اللي بقات زدت لها شوية تاع ما، دخلتها بيدي مليح في اللحم الطريقة اللي موضحة في الفيديو. زدت جبت راس تاع بصلة كنت قصيتها دوائر وفلفل حار وسنينات تاع ثوم. ها ثاني الطماطم تحب تقصها دوائر وتحطها معاهم، انا ما كانش متوفر عندي. نبدا نحط في الثوم في النص في الشرائح اللي درناهم كامل على الجهتين. نحط فوقها البصلة وفلفل حار، اللي ما يحبش الحار يقدر يستغنى عليه. كما قلت لكم من قبيله اللي عندها طماطم حبة تحطها. انها راح تزيد لاصوص هذيك اللي تخرج من اللحم بنة روعة. نبدا نغلف اللحم كامل بالبابي كويسون. ما عندوش بابي كويسون يقدر يدير بابي فيل ثاني يصلح، ما تخافوش منه ما يتحرق ما والو. نجيب البابي ألمنيوم نفرشو ونحط عليه اللحم. ما نعرفوا البابي ألمنيوم ما نحطوش معاه الماكلة كونتاكت لأنه مضر بالصحة. نعرفو مليح بالبابي ألمنيوم ونخليه. إذا عندك الوقت من الأحسن أنك تخليه يبات يشرب هذوك التوابل مليح. أنا بالنسبة لي أنا خليته غير ساعة برك وحطيته يفور. بعد ما فاتت ساعة حطيته في كاس يفور.
غطيته وخليته على نار أقل من المتوسطة. بالنسبة للطياب تاعو دالي 6 سوايع. بعد ما طاب زدت درتلو مغرف صغيرة تاع عسل ومغرف صغيرة تاع كركم وشوية تاع زيت، خلطتهم مليح ودهنت بيه من الكتف كامل وحطيته في الفور يتحمر. هيا ما صورتش لأن كنا صايمين وكان راح يأذن المغرب. هيا كنا لحقنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله كنت خفيفة ظريفة على قلوبكم. في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.